قصه اول عميل اتقبض عليه في عهد الرئيس مبارك، وقت محاكمته اتبول قدام القاضي لما قال له الحكم، ورغم من كده الرئيس مبارك افرج عنه وسلمه لبلده وهو متكرم. تبدا الحكايه في مارس 1992 لما كان القاضي بيسال فارس المصراطي اول عميل يتقبض عليه في عهد الرئيس مبارك، وبيقول له ايه ردك على الاتهامات دي؟ انت متهم بالتخابر لصالح بلد اجنبيه. فجاه فارس اتبول وهو في القفص قدام القاضي استغرب جدا، ايه الطريقه دي؟ الراجل ده مجنون ولا مستهين بيا؟ فراح له امين الشرطه عشان يمنعه ان هو يكمل الفعل ده، وراح فارس زقه وشتم مصر. لما زق امين الشرطه ده بقى يصرخ في وش المحكمه وكل الحضور، تل ابيب مش هتسيبني، مش هتتخلى عني وهتشوف. وبقى المصراطي حديث مصر، العميل اللي اخذ حكم بان الحبل يلتف حوالين رقبته وافرج عنه الرئيس مبارك رغم ان هو اتبول قدام القاضي وغلط في مصر. وبقى السؤال، ليه الرئيس مبارك يفرج عن عميل زي ده؟ وايه المقابل اللي الرئيس مبارك اخده عشان يفرج على عميل زي ده؟ وكانت الاجابه غير متوقعه. من ملفات المخابرات المصريه تبدا القصه لما فارس صبحي المصراطي وهو يهودي ليبي كان من ضمن اليهود العرب اللي راحوا تل ابيب، وفعلا عاش فارس هناك واشتغل عامل بسيط، لكن في السبعينيات اشتغل في مجال التجاره واتجوز وخلف بنت اسمها فائقه وكمان ابن اسمه ماجد. لما كبرت فائقه دي كانت فعلا اسم على مسمى، هي كانت فائقه الجمال، وبعد كده انضمت للجيش، وفي الجيش كان جمالها لافت جدا لدرجه ان كان في ضابط في المخابرات اسمه ديفيد انتبه جدا لجمالها وفهم ان مكانها مش في الجيش، دي مكانها في المخابرات، دي مكانها تتجسس على العرب. وقعد يتكلم معاه واكتشف ان هي ذكيه جدا، لكن المره دي قرر ان هو يدربها هي وابوها واخوها على اساليب التجسس وارسال الشفره السريه وازاي يتعاملوا مع العرب بشكل ما حدش يشك فيهم. بعد فتره من التدريب عمل لهم الضابط ده هويات مزوره، وبدات اول مهمه للعيله دي ان هم يسافروا بيروت، وده وقت الحرب الاهليه، وبقت مهمتهم انهم يجمعوا معلومات خطيره عن الحرب دي، وفعلا نجحوا جدا وبقى يقولوا معلومات خطيره جدا عن الحرب دي لدرجه ان المخابرات بتاعتهم ادتهم مهمه اقوى من دي، كلفوهم ان هم يروحوا مصر ويتجسسوا هناك ويستغلوا انشغال مصر والرئيس مبارك ان هو بيواجه الجماعات الرجعيه في اول سنوات عهده. وفعلا وصلوا مصر، واول ما وصلوا مصر اخدوا شقه في مصر الجديده جنب قصر الاتحاديه، يعني من الاخر جنب بيت الرئيس مبارك. وده ليه؟ عشان يراقبوا كل تحركات الرئيس مبارك، وبقت مهمتهم محدده، رصد تحركات الرئيس مبارك واختراق الانشطه الطلابيه وكمان مراقبه نشاط الاخوان. وزي ما قلت لك ان الفائقه دي هي وعيلتها كانوا متدربين في منتهى الذكاء، نجحوا في ده ورصدوا معلومات مهمه جدا واستغلوا جمال فائقه وبقوا يحطوا قائمه باسماء شخصيات مسؤوله ورجال اعمال. وفكر الاب فارس ازاي ينفذ المهمه دي ويقرب من شخصيات معينه، ووزع لعياله الادوار. اول دور يعمله ماجد ان هو يرصد تحركات الشخصيه دي، الشخصيه او الهدف، واول ما يعرف كل تحركاته واماكن تواجده تيجي المهمه الثانيه، مهمه فائقه، ان هي تصاحب الشخصيه دي وتتواجد في الاماكن اللي متواجده فيها، ومفيش مانع في اقامه علاقه، المهم المعلومه. وطبعا من غير ما اقول لك ان الاب كان بيشرف على كل ده، وفعلا في ظرف شهور عرفت فائقه هي وعيلتها يعملوا شبكه من العلاقات. ومش بس كده، دي كمان جندت عملاء بجمالها. نجاحهم كالعاده خلى مخابرات تل ابيب تتشجع وتقول لهم على مهمه اخطر، بس المهمه دي بره مصر. لكن قبل ما يسافروا كانت المخابرات المصريه وصل لها معلومات من السكان اللي حوالين العيله دي ان الشقه دي نشاطها غريب جدا، بيزورها شخصيات كتير وسهرات وحفلات وتحركات مريبه جدا. وفعلا المخابرات المصريه ما استهانتش بالمعلومات دي ورصدت التحركات دي كويس جدا. وكان اول معلومه وصلت لها ان ماجد الابن دايما متواجد وقت خروج الرئيس مبارك، وده بشكل دائم. وكمان رصدت ان فائقه دي عامله علاقه مع احد الوزراء المعروفين وسجلت المخابرات ليهم مكالمات، وكان الوزير ده في منصب حساس. ورصدت المخابرات كمان مكالمه تاني ان الفارس المصراطي الاب كان بيتفق مع ضابط المخابرات انه ينزل مصر بهويه مزوره، وكان بيكلمه بشكل فيه شفره. وفعلا خدت المخابرات المصريه القرار ان ده وقت القبض عليهم. واول ما نزل الضابط ده وخلوه يخش بمنتهى السهوله وقعد مع عائله المصراطي، وفي اللحظه دي هجموا عليه، وفورا فارس ما فكرش في بنته ولا ابنه، راح نط من البلكونه عشان يهرب ورجله اتكسرت. وده ما منعش المخابرات انها تقبض عليهم كلهم
ويخضعوا للمحاكمه بتهمه التخابر والتزوير. وزي ما قلت لك فارس عمل ايه في المحكمه واخد حكم مشدد هو وعياله ان الحبل التف حوالين رقبته. لكن حصل حاجه غريبه جدا، ان في اواخر 1992 فجاه اتصدم الناس بمشهد لفارس وعياله وهم في المطار، وكان الرئيس مبارك سلمهم لبلدهم. وبقى السؤال هو عمل كده ليه الرئيس مبارك؟ وكانت الاجابه ان الرئيس مبارك والمخابرات المصريه اتفقت على صفقه 18 سجين مصري في سجون تل ابيب مقابل 4 فارس وعياله والظابط. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان الرئيس مبارك كان غلطان انه يعمل الصفقه دي، وان هم كان لازم كلهم يتعاقبوا عشان ما يكرروش ده تاني؟ شاركونا براءكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على